سعدنا كما سعد كل مغربي يحب لأخيه الخير بما رأيناه من تتويج للأخ الكريم أمين المعروف بفيسبوك حر. وهذا التتويج هو تتويج للمحتوى الناجح، تتويج للعمل النافع، رسالة لكل من يشتغل بالسفاهة والتفاهة لأجل أن يحصد ملايين الإعجابات وملايين المتابعات ويحصد مقابل على هذا الذي يقدمه. العبرة ليس بما تقدمه، العبرة بما تتركه من الناس في الناس من أثر. هذا الذي تتركه هو الذي يرفعك عند الله، وإذا رفعك عند الله سيحبك الناس، وإذا أحبك الناس فلا تسأل عن المنن ولا تسأل عن الأرزاق ولا تسأل عن الخير الذي سيسوقه الله لك. فالعمل الخيري إن صحت فيه النية فتكون النتيجة مباركة لا في الدنيا ولا في الآخرة. فكيف والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من مشى مع أخيه في حاجة حتى يثبتها له ثبت الله قدمه يوم تزل الأقدام، ومن نفس عن أخيه كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب الآخرة. فكيف بمن يسعى في العمل الخيري ويترك أهله ويصدق مع ربه ولا يتسلط على أموال الناس ويوصل الأمانة لأصحابها؟ هذا يعني يقضي حوائج حوائج شعوب، حوائج قرى. فأكيد أن الله عز وجل كما ورد في الحديث الصحيح سيجعله شافعا يشفع لأهل الإسلام يوم القيامة. فهذه فضائل كبيرة في الآخرة وفضائل كبيرة في الدنيا. هي فرصة باش تراجعوا راسكم يا جماعة المؤثرين. شنو هي البصمة اللي خليتي في المغاربة؟ هو الأخ فيسبوكي حر كل شيء كيذكروا بالخير وأنه سعى وجرى، وهذه يعني كما نقول مكافأة أنه يتوج بهذا التتويج الذي هو تتويج لكل رواد العمل الإنساني الخيري الصادقين في المغرب. فلا شك أنه لا يوجد هو لوحده، موجود مجموعة من الشباب تبارك الله ومجموعة من الجمعيات الخيرية الصادقة اللي هي كتسعى في هذا العمل هذا وكتقرب الحاجة للمواطنين وكيخسروا جهدهم ووقتهم، وكاين اللي كيخسر المال ديالو. فهذا عمل شريف، هذا عمل شريف، وهذا هو اللي كيشرفنا احنا كمغاربه. ما تشرفناش انت كتطلعي تشطحي، ويشرفنا هذاك يطلع يتساب ويتعاير ويقول الكلام فاحش. هذا لا يشرفنا ولن يشرف احد ولن ينتبه له احد، ما يشوفوا تحت واخا يكون عنده ملايين سيذهب مع الزمن، هو فطره مسكينات. ولكن العمل الصالح هذا يثبت في الارض ويرفع الله صاحبه. نحن لا نزكي على الله احدا، ولكن هذا نموذج جميل. أنا أسعدني وأفرحني أن يرفع علم المغرب في صناع الأمل بمغربي ابن الشعب ويحاول أن يقدم للشعب ما يستطيع. نسأل الله أن يرزقه الصدق والقبول وأن يعينه في قادم الأيام على مزيد من الخير، ونسأل الله عز وجل أن يحفظ بلدنا من كل سوء ومكروه. والسلام عليكم ورحمة الله.